الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أذكر، والذكر تنفع المؤمنين، ببعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين وخاصة الرجال. أذكر منها واحد الخطأ، أنه الإنسان حين كيبغي يصلي أنه كيدير الوضوء، ولكن قبل الوضوء كيدير لابد الاستنجاء. ومن المعلوم أن الاستنجاء لا يكون إلا بخروج مثلا الغائط أو البول، ولكن كثير من الناس ما كيفطنوش لهذه المسألة هذه، وإنما حين كيبغيو يديروا الوضوء كيدخلوا للمطهرة وكيديروا الاستنجاء من غير ما يديروا حتى شي حاجة، كيديروا الاستنجاء وكيديروا الوضوء، وهذا خطأ. بل بعض الرجال جر عليهم الويلات، وهو السلس البولي أو ما يسمى بالالتهاب المثانة. يعني كتلقى عنده التهاب المثانة، كيجيو له شوية ديال البول كيخصو يخرجهم دغيا دغيا، وكينوض ليه 4 5 6 المرات. علاش؟ أصيب بالتهاب المثانة جراء استعمال الماء البارد أو الماء واخا دافئ، ولكن كيكون بكثرة، وهذا خطأ. لأن كيف قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا عليكم في الدين من حرج. يعني الدين ما فيش شي حاجة قصحة، الدين سهل بالكامل، إلا أن الإنسان يعني بعدم معرفته لدينه كيوقع في بعض المسائل اللي كيرجعوا عليه هو بالشق وبالمشقة وبالتعب إلى غير ذلك. هذا من جهة جهله بدينه. فكنقول أنه منادم وإذا بغى يصلي يدير الوضوء ديالو، أنه ماشي لازم يدير الاستنجاء، ماشي لازم يغسل القبول والدبر ديالو بالماء ما لم يتغوط أو يتبول، وإنما يكفيه أنه يغسل يده ويغسل فمه، الاستنشاق والاستنثار، غسل الوجه، اليدين، مسح الرأس وغسل الرجلين، وكفى الله المؤمن شر القتال. هادشي اللي كاين. أما باش يمشي يبغي يدير الوضوء لابد كيفرض على راسه أنه يدير الاستنجاء، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. وليعلم الجميع أن النفس اللي كيخرج من الكرش، النفس تنفس، ليس فيه استنجاء، ليس فيه استنجاء. الإنسان ما يديرش الاستنجاء على النفس نهائيا، وهذا ليس من الوضوء وليس من الطهارة ولا من شيء، لأن هذا فيه واحد المشقة على من هذا. لأن كنشوفوا بزاف الناس كيخرجوا مثلا من المطهرة ديال الجامع، يعني عندهم السراول مفزكين كاملين، وخاصة في هذا البرد هذا، السراول من القدام من اللور مفزكين، كيديروا السجود كيظهر لهم السروال ديالو مفزك. هادشي دائما كيرجع على المصلي بالهلاك، على المصلي بالمرض، وهو ما قلنا سلس البول، التهاب المثانة. وهادشي اللي كاين بغيت ننبه عليه، بأن كنقول للإخوان والأخوات المصلين والمصليات تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أنهم ما يشقوش على راسهم وما يديروش واحد الحاجة اللي ماشي في الشرع. هذا ما عندي، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.